السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة معانا دالة صم اف الجمع ولكن بشرط. تمام. فإيه الفرق ما بين دالة صم اف ودالة صم العادية؟ دالة صم العادية بتجمع لي الداتا بتاعتي أو الأرقام بتاعتي من غير شرط، لكن دالة صم اف أنا بجمع ولكن بشرط معين أنا بحدده للدالة. تمام. فتعالوا كده نشرح دالة صم اف ونفهم مدى استخدام الدالة بحكاية بسيطة كده نحكيها مع بعض بسرعة. تمام. تخيلوا لو انا في شركة مثلا وعندي ليست كده، انا عندي الليست دي فيها العملاء بتوعي، ارقام التليفونات، الادرس بتاعي. وانا مثلا هنمشيها ستيب ستيب كده. الستيب التانية ان انا بقى عايز ان انا في كل شهر بسجل المبيعات بتاعتي في خلال شهر واحد وفي خلال شهر اتنين وخلال شهر تلاتة وهكذا. فده شهر واحد بالنسبة لي، أنا بسجل كل رو بالنسبة لي عبارة عن عملية. فمثلا التاريخ ده أنا بعت بالقيمة دي للعميل الفلاني ده، وهكذا كل عملية بيع بسجلها هنا لكل عميل. طبعا العملاء بتكون مختلفة. تمام. فعلشان العملاء مختلفة فأنا محتاج إن أنا أجمع كل عميل بقى لوحده، أنا بعتله بكام، بقى بعتله بكام كل عميل لوحده. تمام. طيب. فانا محتاج ان انا اعمل ايه؟ ممكن ان انا افلتر كده الداتا بتاعتي دي كده، ادوس كنترول سي. حاجه برضو ممكن نتعلمها مع شرح الداله كده. لو انا عايز اعمل ريموف دبليكيت علشان انا العملاء بتاعتي دي متكرره، يعني انا كل عمليه بيع ببيعها لعميل مختلف عن التاني، فانا عايز اعمل بقى افلتر على العملاء بحيث ان هم يكونوا موجودين عندي هنا كده من غير تكرار. ليه؟ علشان بعد كده الستيب التالتة بقى ان انا اعمل sum if، او ان انا اجمع كل عميل لوحده بشرط معين هدخله للدالة زي ما هنشوف مع حضراتكم. فبنفس اللي انا محدده هنا نعمل remove duplicate. بيقول لي what do you want to do، expand selection ولا continue with the current selection. انا اقول له continue with the current selection علشان انا عايز اشيل التكرارات من ال current selection اللي انا محدده هنا، مش عايز يعمل له expand. تمام. اوكي. بيقول لي ان انت شلت 13 عملية او 13 عميل متكررين عندك، انت شلتهم. تمام. اقول له اوكي. طيب. ايه بقى الستيب اللي بعد كده؟ ان انا محتاج، اللي هي الستيب رقم 3، ان انا محتاج بقى خلاص اجمع بقى كل عميل لوحده بشرط معين انا هدخله. تمام. هدخله للدالة. فادوس كده equal sum if. بيقول لي ايه الرينج بتاعك؟ الرينج بقى اللي هو النطاق او المدى اللي فيه الداتا اللي انا عايز اجمعها بشرط معين، اللي انا محتاج ان انا اجمعها بشرط معين. فالرينج بتاعي ممكن اعمل كده، دي طريقة كده بروفيشنال، ان انا احدد له الكولوم كله اللي هو من العمود دي للعمود دي. فمن دي لدي يعني معناها العمود كله لحد ما لا نهاية، لحد اخر الاكسل تحت. طيب. دي احسن من ان انا لو عملت كده، ان انا احدد الرينج بتاعي كده لحد هنا، فهو كده هيستوب لحد دي 36. طيب لو انا محتاج بقى ان انا اسجل حاجة هنا اديشنال اضافية هنا كده، خلاص مش هياخدها، مش هتتحط جوه الرينج. ليه؟ عشان انا محدد الرينج بتاعه اخره لحد دي 36. لو حطيت حاجة هنا مش هتتضم جوه الرينج. لكن الطريقة البروفيشنال اللي احنا اتكلمنا عليها دي، ان انا اعمل كده، ان انا احدد كده العمود من فوق كله كده على بعضه من دي لدي، يعني العمود دي كله. تمام. احتجت بقى ان انا ازود اي حاجة تحت هتضاف معايا بكل بساطة. تمام. ايه الكريتيريا بتاعي؟ ايه بقى الشرط؟ الكريتيريا دي اللي هي تعادل كلمة اف، اللي هو الشرط بتاعي او المعيار بتاعي. الكريتيريا بتاعتي اللي هي العميل. انا عايز اجمع كل عميل، كل عميل لوحده. سوري. الكريتيريا تبقى هنا. الكريتيريا بتاعتي هنا ان انا عايز اجمع بقى العميل ده. طيب. هجمع العميل ده. تمام. ايه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ السم رينج او التكوين الثالث للدالة السم رينج، اللي هو بقى هجمع ايه الارقام اللي انا هجمعها. يبقى انا في الرينج انا حددت له العملاء. طيب في الكريتيريا في السم رينج بقى انا بحدد اللي هو الارقام بقى اللي انا هجمعها. تمام. وادوس له انتر كده. قال لي ان انت النساجون الشرقيون ده اتعاملت معاه ب 8300 لوحده. تمام. اشد كده المعادله بتاعتي. قال لي ان انت اسكندريه ده اجمالي مبيعاته 15300. نعمل كده عشان برضو الارقام تبقى واضحه. نعمل كده. لو انا بقى مثلا عايز اتاكد من الداله بتاعتي شغاله ولا لا، ادوس الت يساوي كده بحيث ان هو يجمع لي الارقام دي. فتجميعة الارقام دي المفروض ان هي تساوي تجميعة الارقام دي كلها. تمام. اللي هي
انا كنت مسجلها، فقال لي ان انت التجميعة دي كده بتاعت كل العملاء او بتاعت كل المبيعات اللي انت بعتها ب105 420. طب تعالوا كده نتشيك هنا برضو من الداتا الاصلية اللي انا كنت بسجلها. نعمل كده الت يساوي دوس انتر، قال لي 105 420. فمعنى كده ان الدالة بتاعتي شغالة صح 100%. تمام كده. طيب دي كانت دالة sum if، والفرق ما بينها وما بين دالة sum العادية. تمام. بس انا عايز ادي لحضراتكم ملحوظة كده، هي بعيدا عن استخدام الدالة، ولكن هي يعني في صلب استخدام اي دالة. يعني دي حاجة انت ممكن تتعرض ليها لأي استخدام لأي دالة. طيب احنا كده لما كنا بنحدد العمود الدي دي ده، تمام، فحددناه بكل بساطة. تعالوا كده نمسح وكأننا نعمل المعادلة من أول وجديد. تمام. طيب احنا هنا دوسنا كده وتم تحديده بكل سهولة. ليه تم تحديده بكل سهولة؟ عشان هنا انا عامل حاجة اسمها سنتر اكروس سيلكشن في الرو ده. تمام. يعني ايه سنتر اكروس سيلكشن؟ طيب تعالوا كده نجرب لو انا مش معمول للرو ده سنتر اكروس سيلكشن. طيب نحدد كده العمود ده، ولو مثلا انا وليكن العمود سوري الرو ده كان معمول له ميرج اند سنتر، مثلا ميرج اند سنتر. فكده التحديده خدت الحته دي كلها، خدت A و B و C و D. تمام. لو تلاحظوا كده انا دوست هنا فاتحددت كلها. طيب طب لو انا بقى جيت اجرب ان انا استخدم الداله وانا عامل ميرج اند سنتر، تمام، اجي كده احدد الرينج. لو دوست كده العمود دي مش هينفع، مش هتيجي، مش بص حدد لي ايه من ايه لدي. ليه؟ علشان في هنا ميرج، فراح اخد لي التحديده كلها من اول العمود ايه لحد العمود دي، خدها كلها مع بعض. علشان ضم الميرج اند سنتر ده، خد الميرج اللي هو كان عامله ده طبقه على كل الرينج بتاع الجدول. تمام. طيب فنعالج الحته دي ازاي؟ نعالج الحته دي ان احنا نعمل كده، نروح على الالاينمنت دي كده، ونعمل حاجة اسمها في الهوريزونتال كده، علشان هوريزونتال عشان افقي، انا شغال بشكل افقي. تمام. فاقول له سنتر اكروس سيلكشن، واشيل التشيك من على الميرج اند سيل. تمام. ادوس انتر كده، خلاص بقى هو اخد شكل الميرج اند سنتر. يعني انا يعني انتوا كده لو تلاحظوا هي متحددة او باينة ان هي معمول لها ميرج. يعني هي باينه ان تقرير المبيعات عن شهر يناير اكنه معمول لها ميرج في الخليه. تمام. ولكن هي معمول لها سنتر اكروس سيلكشن. انا اقدر اتحدد بقى خلاص ايه هي الشكل بتاعها، واضح ان هو معمول لها اكنه ميرج، ولكن انا اقدر اتحدد في الخلايا كل خليه على حده. فدي كده ايه شكل بروفيشنال للعرض او للشو بتاع اليوزر. تمام. فانا كده بقى خلاص بكل بساطة الرينج بتاعي فين. الرينج بتاعي خلاص اقدر احدده هنا كده اهو، واكمل بقى بقية المعادلة، الكريتيريا بتاعي والسم رينج من العمود ده. وبس كده زي السلام عليكم، المعادلة شغالة تمام. بس ده كان شرح دالة سم اف، واتمنى ان هو يكون عجبكم، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.